طيب عايزين نعمل بقى ايه شوية تاتشات. طيب سريعا كده انا هشرح لك حاجة كنت شرحها قبل كده فهقول لك فعلا سريعا يعني. طيب انت عايز تعمل زي ما قلت لك ايه شوية افكتات، حبشتكنات كده تخلي يعني السين شكله متدلع شوية. ولنفترض ان انت عايز تعمل هنا زي عارف انت ايه لما تيجي تبص على حاجة فاتحة فتعمل لينس فلير اللي هو تعمل او جلير او ايا كان اسمها ايه، اللي هو تعمل زي حاجة كده حواليها. فانت تتك على كنترول شيفت ان، تمام، تك على حرف البي تروح للبرش بتاعتك عادي جدا ماشي، وتختار يا اما لون مثلا ابيض يا اما اقرب لون للون ده. فانت فتحت اللون بتاعك هتعمل بيك للون ده كده ماشي، او يعني ايه ممكن حاجة يعني مصفرة سيكا المنظر ده كده، تمام. وتزوم، احنا عملنا لاير جديدة فوق كل اللي تحت ده، وتزوم شوية وتعمل مثلا دايرة صغيرة كده ماشي، وتكبر شوية وتعمل دايرة تانية. ممكن بس ايه تظبطها اكتر بان انت تعمل دايرة صغيرة كده هنا ويتكبر شوية وتعمل دايرة تانية. كنت افضل الصراحة انها تبقى فاتحة اكتر من كده، تعالى نخليها ابيض وخلاص عشان تفهم قصدي انا عايز اعمل ايه. فهتعمل دايرة كده صغيرة، تكبر شوية، تعمل دايرة كده كأنها عملت اللمعة بتاع انعكاس الشمس وهي جاية كده على السفينة الفضائية دي. نفس الكلام ممكن تعمله هنا، سوري، حتة صغيرة كده ويتكبر حتة كده، لمعة كمان هنا، وهكذا. طيب في تركاية برضو تانية ممكن تعملها من غير ده، تمام، وهي ان انت تروح الاول لاير خالص تعمل سيلكت على الجزء المضيء ده كده، تك على ماجيك تول، اختصارها حرف، تأكد ان انت عملت الماجيك ووند دي، والكونتيجوس دي تتأكد انها مفتوحة بغض النظر عن السعر يعني. تعمل مثلا سيلكت هنا وسيلكت هنا. لو عمل لك سيلكت على حاجات كتيره قوي بتقلل التوليرنس ده، ولو عمل لك سيلكت على حاجات قليله قوي برضو هتزوده شويه يعني. هو الديفولت بتاعه 32، تمام. ممكن مثلا برضو تعمل سيلكت على الاضاءات دي، تمام. ودي، وممكن مثلا واحده كمان كده هنا، ودي كمان. ولا نكتفي بدول، احنا عايزين دول يعملوا الافكت اللي احنا عملناه من شويه. هنعمل ايه؟ احنا حددنا دول، هنتك على كنترول جي. ليه؟ عشان ننقل ده في لاير لوحده، وهنخلي اللاير ده فوق خالص بحيث ان هو ايه يظهر فوق كل ده، تمام. تمام. طيب بعد ما نقلناه اللاير لوحده وعملنا الكلام ده هنروح لفلتر، ننزل عند بلور، عند، ونروح عند جوشن بلور ماشي. هزوم بس شويه، تك على كنترول واسحب كده، هقلل ده على الاخر. ركز هنا كده وهنا عند مطرح المكان اللي احنا عملنا له لاير جديده. كل ما بزود كل ما بيعمل افكت اللي هو ايه هيزي شويه كده حوالين المناطق دي اللي هي اللي بتنور اللي احنا حددناها، تمام. فانا مثلا هفترض ان انا هخليها 5 كده او 4 و9 يعني ايا كان. هتلاقي الافكت ده ظهر هنا كمان وفي المناطق اللي احنا عملنا لها سيلكت. تك على اوكي، وتك على اوكي ماشي. عايز ازود الافكت شويه او ازود المحيط بتاعه، هتك على كنترول جي، تمام. واروح لفلتر تاني، بلور، جوشن بلور تاني، وازود ده شويه. طب ده كده عملنا ايه؟ ده عملنا بلور للبلور الاولاني، تمام. اتك على كنترول وكليك بحيث ان انا اعمل زوم ماشي، وازود ده شويه كمان مثلا بحيث ان هو ايه يعمل لي في نطاق اوسع، يعني نطاق اوسع، نطاق ايه، نطاق اوسع، نطاق اوسع ماشي. انا اسف بهزر والله. بحيث ان هو يعمل يعني في مكان اكبر، تمام. اظن كده كفايه حلو.
نفس الافكت بتاعنا ظهر على الاضاءات دي وعلى الاماكن اللي بتلمع. عايز تخففه شويه هتقلل الاوباستي زي ما عرفنا. عايز تخليه ما يظهرش في اماكن من دول هتعمل ماسك وتشتغل عليه زي ما كنا شغالين. تمام. انا الكلام ده كله يعتبر شرحته قبل كده بشكل ما في الفيديو بتاع البوست برودكشن بتاع البروجكت ده، سيب لك اللينك بتاعه في الاي. ودلوقتي هنيجي لاخر حاجه ممكن نعملها في الصوره، وايه هي في الصوره دي. يعني احنا ممكن نشتغل حاجه تانية على صوره تانية، بحيث ان انا اقول لك ايه تاني ممكن نعمله في البوست برودكشن كتصحيح. انا دلوقتي قلت لك ازاي تعمل كولر كوريكشن وكولر جريدنج باستخدام الكاميرا رو فلتر واستخدام الكيرفز. حاجه كمان يعني ممكن تعمل مثلا ايه بالكاميرا رو فلتر كنترول شيفت ايه، بس تخلي بالك انا عامل سيلكت على اللاير الاصلي بتاعي، يعني مش هيعمل تعديل على ده. انت عشان تعمل تعديل على ده تك على الاولاني واخر واحد كده تعمل، وبعد كده تعمل كنترول شيفت الت اي بحيث ان هو ينهولك لاير لوحده، تك على كنترول شيفت ايه هتلاقيه فتح لك في الكاميرا رو فلتر. هنا تنزل تحت شويه، دي الكيرفز بتاعتك ممكن تلعب فيها هنا، وده الكالر جريدنج بتاعي لك ميد تونز هايلايتس شادوز بشكل ايه. يعني ممكن يبان لك ان هو ابسط، ولكن بالنسبه لي انا الصراحه الكيرفز ادفانسد اكتر بكتير واسهل اكتر بكتير. تمام. تعال نلغي ده